السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض ان شاء الله الكوكيز على طريقة الافران، وسهل جدا وسريع كمان، مش هياخد مننا اي وقت. معايا نص كوباية سمنة، وكوبايتين دقيق، وبضاية، ونص كوباية سكر بودر، ممكن تستخدمي حبيبات مفيش مشكلة. ومعايا نص معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم اللي هي الكربوناتو، وذرة ملح وذرة قرفة، ومعلقة كاكاو كبيرة. الأول هحط السكر البودر في بولة، واحط معاه السمنة، وهضربه كده بالمضرب لحد ما يبقى عامل معايا زي الكريمة بالظبط. ولو سكر حبيبات هفضل اضرب فيه لحد برضو ما ينعم كده مع السمنة. هفضل اقلب فيه كده لحد ما يبقى هش كده زي ما انتوا شايفينه. وبعدين هحط البيضة، هحط معاه كمان معلقة صغيرة من الفانيليا، ممكن برضو فانيليا حبيبات مفيش مشكلة. وهضرب كويس لما توه البيضة. وبعدين هحط الدقيق. نقلب الأول بالسباتولا كده، وبعدين هنستخدم ايدينا. دي رشة من القرفة، ونص معلقة صغيرة البيكربونات اللي هي الكربوناتو، وذرة ملح صغيرة. نقلب كويس. وللتزيين طبعا معايا شوكليت شيبس، بتيجي من عند العطار. الكوباية التانية من الدقيق انا هحطها بالتدريج لحد ما اشوف العجينة معايا توصل للقوام اللي انا عاوزاه. هنحط حوالي معلقتين من الشوكليت شيبس، ده اختياري، اللي عاوز يحط في العجينة مفيش مشكلة، اللي عايز يخليه بس زينة من على الوش برضو عادي. هاخد كده حوالي تلت العجينة، هي لسه طرية شوية محتاجة برضو دقيق. فانا هكمل الجزء ده هحط معاه الكاكاو، والجزء التاني هحط معاه معلقة الدقيق اللي بقى في الكوباية، عشان يبقى قوام واحد، عشان اعزز النكهة بقى وتبقى طعمها حلو جدا والكاكاو باين فيه. بنحط حوالي نص معلقة صغيرة نسكافيه، او الكيس النسكافيه الصغير اللي احنا بنجيبه اللي هو بتاع كوباية واحدة ده. لو مفيش برضو مفيش مشكلة، هو كفاية الكاكاو، بس ده بيعزز النكهة اكتر يعني. والجزء التاني حطيت عليه زي ما انتم شايفين معلقة الدقيق اللي بقيت من الكوباية التانية، عشان يبقى نفس القوام. واقلبهم كويس. هي بتبقى طرية زي ما انتم شايفين كده، العجينة مش بتلزق خالص، وتقدري تشكليها زي ما انت عايزة. هبدأ اخد جزء كده يعني قطعة يعني اقل من الليمونة، الحجم بتاعها كده اقل من الليمونة، وما اضغطش عليها جامد قبل ما احطها في الصاجة علشان ما تفرش معايا في الفرن. واحاول بقى ازوقها كده بالشوكليت شيبس من الوش، اضغطه ضغطة بسيطة بس عشان يمسك في العجين. نعمل بقى كور صغيرة كده وزي ما انتم شايفين بيبقى طعمه حلو جدا، هو زي بتاع الافران بالظبط. لازم في الصاج او في الصينيه اللي انت هترصي فيها لازم تحطي معاها الابيض، وتحطي كمان اللي عليه الكاكاو، بحيث تعرفي التسويه. لانك لو حطيتي كله بني او كله بالشوكولاته هيبقى صعب عليك انك تختبريه او تعرفيه في الفرن هل استوى او ما استواش، مش تعرفي تاخدي بالك من اللون. فخلي دايما الصاج بيحتوي دايما على اللي هو عليه كاكاو، والساده الابيض عادي، عشان نعرف التسويه. بس هو ما بياخدش حاجة. درجة الحرارة 180، ما بياخدش حوالي مثلا 10 دقايق، ولو عايزاه مقرمش اكتر ممكن ياخد 12 دقيقة حسب الفرن بتاعك. كل واحدة بتبقى عارفة الفرن بتاعها حامي ولا بياخد وقت في التسوية. تسوية حلوة جدا، وما فرش معايا في الفرن ولا اي حاجة.
ده ما ينفعش نحط فيه اللي هو البيكنج باودر، علشان هيدينا طعم البسكوت، لكن البيكنج صودا اللي هي كربوناتو بتدينا طعم الكوكيز بتاع الافران بالظبط، او القرمشه بتاعته. ولو عجبتكم الوصفه يا ريت تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله.